انشهر في الآونة الأخيرة موضوع مستر بيست. مناقشة بينه وبين عمار، وانتم الطرف الثالث، حياكم الله وأهلا فيكم في هذه الحلقة الجميلة. أول حاجة، قبل ما نبدأ المقطع لا تنسوا تعطونا اللايك واشتراك وشير وفعلوا زر التنبيهات وانشروا المقطع في كل مكان. مرة نحبكم يا أحلى متابعين. ويلا خلينا نبدأ. عندنا كم سؤال وكم جواب عن موضوع مستر بيست. طبعا مستر بيست هذا يوتيوبر بدأ صناعة المحتوى وقبل 13 سنة، صح؟ ايوه قبل 13 سنة، وبدأ في أول مقطع له. تخيلوا المقطع اللي شهره إيش يا جماعة الخير؟ عمار أنت كنت تعرفه. عد من 1 إلى 100,000. تخيلوا يا جماعة الخير، واحد يعد من 1 إلى 100,000. أخذ يقول لك تقريبا 40 ساعة. 40 ساعة يا عمار. 40 ساعة. تخيل أنت تأخذ 40 ساعة وأنت قدام الكاميرا تعد من 1 إلى 100,000. شيء مرة مجنون وشيء مرة غريب، ويعني شيء ياخذ منك جهد مرة، يعني جهد متواصل. أنا ما عارف كيف سوى، يعني كيف نام، كيف ما نعرف إيش سوى صراحة. فصراحة إنسان مرة رهيب. اللي عجبني فيه إنه صامل، يعني كيف أقول لكم، مو من أول لحظة أو من أول 5-6 ساعات. يا حبيبي إيش 40 ساعة؟ الرقم مرة مو معقول ومو طبيعي. متخيل يا عمار؟ ماني متخيل، أنا مستغرب والله مرة شيء غريب صراحة. طيب، أول حاجة نعطيكم تعريف بسيط عن مستر بيست. هو يوتيوبر أمريكي اسمه جيمي، انشهر وعمره صغير. طيب، إيش اسمه هذا؟ ليش مستر بيست مشهور؟ ليش مستر بيست مشهور يا عمار؟ انشهر بسبب المحتوى، يهتم فيه بأدق التفاصيل ويصرف يعني يستثمر في المحتوى اللي ينزله بمبالغ مرة هائلة وطائلة. معتبره زي البزنس هو. ايوه، هذا الشيء اللي مره عاجبني في مستر بيست. وصراحه صاير اليوتيوبرز في الاونه الاخيره صاروا يقلدوا مستر بيست من هذه الناحيه. صح يعني اليوتيوبرز القدامى كان ايش هدفهم؟ بس اهم شيء انزل مقطع واجيب فيه مشاهدات وخلاص، اخذ الفلوس واجمع او اشتري له حاجه ثانيه مدري. لا، الان مستر بيست غير كل هذا الفكر. صار عند اليوتيوبرز في الوقت الحالي اللي هو فكر ايش؟ انه يسوي محتوى، بعدين ايش اسمه هذا، محتوى قوي يستثمر الفلوس اللي تجي من اليوتيوب، من الاعلانات، من اي مكان، يحاول يدفعها في اي محتوى او في اي، يعني ايوه، في اي محتوى يطوره وينزله في نفس المنصة اللي هو قاعد ينزل فيها. فصراحة هذه فكرة مرة ذكية. وكمان محتوى مستر بيست يعني كل ثانية فيه ممتعة، يعني مع انه الفيديو ممكن يكون نص ساعة، بس في كل ثانية فيه ممتعة. صح. فصراحة هذا شيء مرة رهيب، وهذا الشيء اللي أتوقع خلاه ينشهر. وتحديات مستر بيست مرة قوية. تخيلوا يا جماعة الخير، يسوي تحدي، يجمع 100 شخص مثلا، ويلا على $1,000,000. ويعني تخيل يدفع $1,000,000 يا عمار. عنده الاستعداد إنه يكوع $1,000,000 عشان واحد من المتابعين. فهذا هو الذكاء، وهذا اللي وصله لأفضل صانع محتوى في جميع أنحاء العالم. صح. مرة صراحة شيء يعني لا يصدق. الآن حنيجي نتكلم عن الترند الحالي اللي خلانا أصلا، السبب الرئيسي اللي خلانا نصور هذا الفيديو. إيش هو يا عمار؟ تخيل دحين مستر بيست فاتح لعبة في الرياض. صح. الرياض الغالية حبيبة قلبي، الرياض. فاتح مدينة في الرياض يا عمار. تخيل مستر بيست الأمريكي اليوتيوبر صانع المحتوى الأول على العالم يجي يفتح في الرياض. والله صراحة مكان مرة خرافي. استهدف لأنه المتابعين اللي عنده أغلبهم يعني موجودين من جميع أنحاء العالم. صح. فهو اختار المكان الأنسب اللي هي مدينة الرياض. الآن فتح مدينة إيش اسمها يا عمار؟ مدينة إيش؟ بيست لاند اللي هي مستر بيست لاند. فصراحة مرة ذكي في هذه المرحلة اللي سواها، اللي هي موفق له كمان. والله صحيح. تخيل عمار يقول لك فتح ألعاب، وإيش سوى كمان حكيني، مثلا فتح ألعاب وبعدين دحين مسوي تحديات. ايوه، هو مستوحي التحديات من الحلقات حقته، فهمت؟ مثلا زي التسلق، مثلا لازم تعدي هذا المكان دقيقة واحدة، ما ادري ايش، تتسلق هذا، تنط هذا، يعني شيء مجنون. تخيل نفسك انك تسوي تحديات مستر بيست، وكمان فوقه تكسب فلوس في تحديات توصل يا جماعة للجواز حقتها للملايين، ملايين الريالات.
والله يا جماعة الخير شيء مرة رهيب. تخيلوا نفس المقاطع اللي نزلها في اليوتيوب الآن مسوي مدينة في الرياض اسمها بيست لاند، وهذه المدينة مستوحاة من جميع التحديات أو من أغلب التحديات اللي سواها في اليوتيوب على منصة اليوتيوب. فمرة شيء رهيب. الآن متابعينه من جميع أنحاء العالم يقدروا يزوروا مدينة بيست لاند اللي موجودة في الرياض ويلعبوا هذه التحديات. وكمان حتى بعد ما تلعبها في عندك فرصة انك تتأهل وتفوز بمبالغ مرة كبيرة. عمار يقول ملايين الريالات، ملايين الريالات. والله شيء مرة رهيب. يا حظكم يا اهل الرياض. طيب الآن يقول لك ايش نوع الالعاب اللي موجودة. الالعاب والتحديات مستوحاة زي ما قلنا من الفيديو، من الفيديوهات اللي موجودة في اللي هي في اليوتيوب. طيب يقول لك ايش الجوائز. الجوائز تقدر تجمعها في نقاط. الان السوار هذا الازرق، تخيلوا يا جماعة الخير في سوار ازرق، سوارة تلبسها اول ما تروح البيست لاند تدخلها، يدوك سوارة تجمع فيها النقاط، تلعب التحديات الموجودة هناك. وبعدين تخيل يا عمار بعد ما تلعب هناك التحديات تجمع النقاط، تجمع الله اعلم متى راح تقفل اللي هي بيست لاند. صح. بس يقول لك راح تجمع على فترات، يعني ممكن اسبوع اسبوعين تجمع نقاط، تلعب تحديات، تلعب بعدين تجمع لك نقاط، وبعدين بهذه النقاط ممكن توصل لمراكز مرة عالية، ممكن توصل المركز الأول الثاني الثالث. فشيء مرة رهيب. تخيل تخيلوا يا جماعة الخير يعني توصل تلعب وتنبسط وتوصل مركز يعني من أوائل المراكز، وبعدين إيش تأخذ مبلغ مالي مرة كبير. ويعني شيء صراحة مرة رهيب. أنا حاب أوجه رسالة لليوتيوبرز اللي في الوقت الحالي. حاولوا تتعلموا من خبرة مستر بيست. تخيل يا عمار الآن مستر بيست يعني مسوي حاجة جديدة، وصايرين أغلب اليوتيوبرز اللي ناجحين العرب في الفترة الحالية أنا ملاحظ هذا الشيء يقلدوا مستر بيست. هذا شيء مرة رهيب، لأنه كان اليوتيوب قديما يعني قبل كم سنة كان يعني صراحة شيء يا أخي يقهر. يا أخي ما في أي شيء تحس كده، يعني ما في أي مبالغ قاعد يضخوها في المحتوى، ما في أي حاجة قاعد يسووها. بس الآن الوقت الحالي صار في يوتيوبرز كثير بدأوا يقلدوا فكرة مستر بيست، يضيفوا جوائز في المحتوى في الحلقات اللي ينزلوها، يسووا شيء رهيب شيء قوي. فهذا الشيء مرة رهيب وهذا الشيء مرة عاجبني. وصراحة البقاء للأقوى. كيف بدأ مستر بيست؟ بدأ طبعا من مدينة بسيطة صغيرة صح. موجودة في أمريكا. تخيلوا يا جماعة الخير ونشأ في هذه المدينة وصور، والآن ينزل في مدينة خاصة تقريبا في ما عدد سكانها جدا قليل، وجالس يصور فيها محتوى وماخذ راحته، والطاقم كلهم واقفين معاه وطاقم جدا كويس. حتى الطاقم موجودين ناس عرب من ضمنهم اللي اسمه طارق. صح طارق المصور حقته. الطارق صراحة تعرف قصته ولا لا؟ قل لي قصته كان في البدايات اسمه جيمي، هو صح جيمي مستر بيست. جيمي راح قاعد يدور عن مصور، فهمت؟ يبي واحد يصوره، فقاعد يدور كده، فسمع واحد انه يصور كده في مطعم، كان يشتغل طارق في مطعم. بعدين جيمي راح لين طارق، بعدين قاعد يترجاه. جيمي كان قاعد يترجاه يقول له بالله تعال صورني، بالله وما ادري. بعدين قال له الافكار حقته جيمي، يعني قال لطارق الافكار انه حنصير عالميين وحنصير هذا. طارق مره ما يبغى ولا شيء، يقول ايش قاعد يسوي هذا، خلينا نشتغل بس واجمع لي فلوس، فهمت؟ لانه اتوقع ما كان حيديه راتب، يعني في البدايه ما كان مآمن بهذه الفكره. صح. اوف ايوه. وبعدين دقيقه بعرف كيف مستر بيست اقنع طارق. طيب ايوه، دحين هذه الفقره بقولها دحين. بعدها جيمي خلاص اللي هو مستر بيست، جيمي راح لحاله خلاص، سحب على طارق. فبعدين بدأ يصور هو من نفس المحتوى. انتوا تعرفوا لما راح كمان ماك واشترى مدري كم 1000 برجر مدري، قاعد يسوي المحتويات المجنونة حقته. هذه هو أصلا الشيء اللي شهره بإيش؟ التحديات المجنونة. ايوه. فبعدين يا جماعة الخير يعني مستر بيست يعني يسوي أشياء ما خارجة عن المألوف. صح. يعني أشياء مثلا بدل ما تروح تشتري برجر واحد لا يروح يشتري 1000 برجر. بدل ما توزع مدري إيش يروح يوزع سيارة. يا أخي الناس يوزعوا موية مثلا، يوزع مدري إيش، لا هو يوزع سيارة. أصلا هذه الأشياء زمان ما كانت موجودة، ما حد كان يسويها دي. والله صح يا جماعة الخير، ما حد كان يسويها. وبعدين بدأ طارق سمع عن جيمي انه هذا اللي جاله ما ادري ايش ما ادري. بعدين اتوقع طارق انطرد ولا ما ادري. اتوقع طارق هو من نفسه راح الين جيمي. بعدين قال له
جميل بالله تشغلني معاك ومدري ايش. ما هذا لو عاد معتذر انا. ورجع سبحان الله وافق جيمي. وافق اللي هو مستر بيست. والله سبحان مستر بيست قلبه مرة مرة ابيض مرة. وطيب. ها وافق انه يوظف طارق، وطارق بدأ يعني بدأ معاه بس أيوة. بدأ من المنتصف. ما ادري كم كان وقتها مستر بيست عنده متابعين. اتوقع هو خلاص يعني يمكن لما نوصل 1,000,000 او فوق، فهمت؟ يعني يمكن مستر بيست وصل 1,000,000 أو 2,000,000 مشترك، وبعدين جاء صح. طارق رجع له قال له عادي أبدأ أشتغل معاك وزي كذا. ومستر بيست بكل سهولة قال له تمام تعال تفضل اشتغل معاي. فصراحة الحظ كان كويس مع طارق، ومستر بيست كان مرة طيب معاه. فهذه قصة أحد الطاقم اللي يشتغل، أحد الأشخاص من الطاقم، طاقم التصوير كمان. ايوه من الأشخاص الرئيسيين. اتوقع هو الشخص اللي ماسك الطاقم التصوير كمان. واو والله كويس، تحية لطارق. تحية. المهم يا جماعة الخير، هذا بكل اختصار. عمار بس قال في نقطة أخيرة راح نتكلم عليها، اللي هي ما كانت موجودة من قبل. إيش هو المكان ما كان موجود من قبل؟ اللي هو موضوع توزيع الجوائز، موضوع التحديات، موضوع هذه الأشياء المجنونة الغريبة. صح. الناس زمان كانت يعني كيف أقول لكم، محتواه جدا عادي وسهل، ويبي يخلص يصور أي شيء كذا، يعني ما بيتعبوا في المحتوى، ويبغوا تجيهم مشاهدات ويبغوا يجيهم دعم. بس في الوقت الحالي لا، صراحة صار في تنافس حتى عند اليوتيوبرز العرب. صاير في مثلا كيف أقول لك، يعني يسوي جوائز. يعني شوف مثلا أقرب مثال أبو فلة. شوف أبو فلة من العرب ليش نجح؟ طبعا التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، بس من أسباب كمان النجاح إنه صار يوزع جوائز، صار يسوي تحديات مجنونة، كل شيء يوزع آيفون. مين يوزع آيفون زمان؟ ما حد يوزع كمان سيارات. صار يوزع سيارات كمان. تخيلوا يا جماعة الخير. فهذه الأشياء الرهيبة هي اللي صارت يعني تقوي الدعم في السوشيال ميديا بشكل عام. صح. فبس هذا كان وقتنا معاكم أنا وعمار، مناقشة بسيطة بس عن موضوع مستر بيست ومدينة بيست لاند الموجودة الآن في الرياض. يحظكم أهل الرياض، روحوها، أي واحد في الرياض يروحها. لا تفوتوها يا جماعة، لا تفوتوا والله، هذه فرصة مؤقتة كمان. اوف مؤقت، يعني في أي وقت ممكن تقفل، فالحقوا عليها. وكمان يقول لك إنه أسعار التذاكر مرة مناسبة وفي متناول الجميع، فهذا شيء مرة مبشر وحلو، فالجميع يقدر يروح إن شاء الله. وبس لا تنسوا اللايك والاشتراك، ونشوفكم على خير وفي أمان الله.